السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة وفرح يا رب. النهاردة بقى انا عملت سندوتشات الجمبري بالطحينة، فقلت لازم تحضروها معايا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا معايا الجمبري بتاعي طبعا منضفاه وشايله الكيس الرمل بتاعه. كل اللي هحطه عليه هو حبة كمون، معلقة كمون وربع معلقة جنزبيل ناعم، والملح بتاعي. وهقلب كل الحاجات دي كلها كده مع بعضيها، ونص معلقة كركم، مش هكتر في الكركم اهو. وهقلب الحاجات المكونات دي كلها كده مع بعضيها، ولازم اسيبها على الاقل نص ساعة الجمبري يتبل فيها. انا سبتها نص ساعة بالظبط، هركنها على جنب. وهبدأ اعمل الكفر اللي هحطه في الجمبري بتاعي. هو كوباية دقيق، ونفس التوابل اللي حطيتها على الجمبري هحطها على الدقيق: ملح، كمون، ربع معلقة جنزبيل، كركم، كمون، بس كده. وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض، وهسيبه برضو في جنب بالشكل ده كده. اقلبهم كويس واروح سايباهم في جنب لحد ما اعمل الطحينة بتاعتي. وتعالوا شوفوا طريقة الطحينة بتاعتي، سهلة جدا جدا جدا. انا هنا جايبة نص رغيف مبوشاه في مية سخنة، قلت مية وحطيته عليها وصفيته خالص بالمصفى، نزلت المية منه خالص. ادي نص رغيف، وهنزل عليه بنص معلقة توم مهروس، ملح، كزبرة ناشفة، كمون، والطحينة. يعني هي ممكن معلقتين طحينة بالظبط، معلقتين كبار طحينة، وضربتهم في الكبة وحطيت يعني ايه اقل من ربع كوباية مية سخنة، اقل من ربع كوباية مية سخنة. وهبدأ ان انا اضربهم بقى في الكبة بعد ما احط البهارات بتاعي. كمون بس، هو هيبقى ملح وكمون وكزبرة ناشفة. اهو بالشكل ده كده. هبدأ احط معلقة زيت كبيرة عليه واقلب، يعني اديله كمان ضربة في الكبة، ويبقى كده خلاص خلصت معايا الطحينة. شوفوا سهلة ازاي، ولا بتحط عليها اي حاجة ولا اي حاجة خالص، بتحطها معاك. هو عيش بلاه في مية سخنة تصفيه، تعملي بالطحينة. الطحينة بتاعته جميلة، تاكلي طحينة طحينة. شوفوا عمل معايا طبق قد ايه من معلقتين طحينة، معلقتين كبار. هنا بقى خلاص انا النص ساعة بتاعتي عدت في الجمبري. هبدأ ان انا احطه في الدقيق و... واقلبه، يكون الزيت بتاعي سخن. مفيش اسهل من كده خالص. وابدا اقلي بقى الجمبري الجميل بتاعي، واكون مجهزه العيش الفينو. جميل جدا. بس هو انا عايزه اللون الحلو ده، هبدا ان انا احط بس حبه، وهبدا اروح مطلعه اللي ورا ده كده كده، لونه جميل جدا. هنعمل طبعا كل الكمية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، وخلاص. ويبقى كده ان شاء الله خلصنا الفيديو بتاعنا، عملنا سندوتشاتنا وعملنا الطحينة بتاعتنا الجميلة السهلة جدا، وتمام كده وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي، ويا ريت لو عجبكم تعملوا مش تبخلوا عليا بالاشتراك ولا اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي يا حبايبي، باي باي اغلى متابعين.